عنه جسدي. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه يا أكرم الأكرمين. يا صباح النور والسرور، يا صباح الخيرات، صباح الطاقة الإيجابية والنشاط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. النهارده جيت لكم كده في فيديو جديد وروتين جديد، يا رب يعجبكم ويكون عند حسن ظنكم. شكرا للناس اللي بتتفاعل معايا على الفيديوهات، ربنا يخليكم ليا يا رب. والناس الجديده اللي دخلت قناتي كلكم مشرفيني ومنوريني. اما الناس اللي بتتفرج ومش بتشترك، فضلا وليس امرا، اشترك يا قلب اختك وحطي الكومنت عشان بيفرق معايا تشجيعكم الجميل، وعشان نكون اكبر عيله. اول ما نبتدي الفيديو بتاعنا نقول بسم الله، واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صلوا على النبي في الكومنتات عشان خاطر تدوني حسنات وتاخدوا حسنات، حتى لو مش هتكتبوا لي كومنت، بس صلوا على النبي في الكومنتات. النهارده بقى كده دخلت اوضه ابني، لقيتها محتاجه تظبيطه كده على السريع، فقلت اروقها وانا برغي معاكم شويه. بصراحه بقى في ايام كده بحس ان مش بلحق اعمل حاجه طول النهار مع الغسيل والمواعين والولاد، اخر اليوم بحس كده اني ما عملتش اي انجاز، مع اني يعني بعمل حاجات كتير في البيت. بس برضو ايه، الواحده مننا لو ما يعني لو هي بقى حاطه في دماغها ان هي هتعمل ده النهارده وده وده وده، وما بتعملش او مش بتلحق تعمل، بالذات لو معاها بيبي، فهي كده تحس ان هي ما عملتش النهارده حاجه، او الحاجه اللي هي كانت مرتبه لها من بالليل يعني. بس بقى في اخر اليوم احنا لما بنبص حوالينا، او عامه اي واحده بتبص حوالين منها وتلاقي الدنيا مترتبه والجو هادي، وان هي عملت اكلها، خلصت مواعينها، خلصت شقتها، حتى لو عملت كده يعني حاجه كده على من على الوش، يعني بتلاقي نفسك يعني ايه، هديتي كده، دماغي بتترتب. فاهمين قصدي؟ يعني خلاص بقى انت عملتي اللي عليكي النهارده، ابص لحاجه تاني بكره تاني يوم، مش شرط ان انا اعمل كله في يوم واحد، لا. ما هو انت لو معاكي مثلا 3 4 ايام، مثلا النهارده هعمل اوضه الاطفال، بكره هعمل اوضتي، النهارده هعمل الحمام، بكره هعمل المطبخ، هتلاقي نفسك خلصتي الشقه. وبالذات في الصيف كمان الجو حر، والشقه كل شويه بتبقى عايزه بقى ايه، يديها ميه تديكي طراوه. فالمهم ايه، احنا كده خلي بالكم، انا والله العظيم مش بعمل معاكم روتينات كتير عشان خاطر الروتينات بتبقى مكرره هي. فبقول ايه، طب ما انا لما انزل الروتينات متكرره هي ممكن ما تتفرجوش عليها، او ممكن مثلا ما تجيبليش مشاهدات وكده، فبضطر ان انا ممكن اعمل لكم بس حاجات خفيفه كده، وباقي الروتين يعني بخليه لنفسي. النهارده والله العظيم 3 انا صورت لكم ده كده، بس انا شلت الشقه كلها ومسحت. النهارده الخميس عامه، انا بسجل الفيديو ده يوم الخميس، فما اعرفش هينزل لكم يا الخميس بالليل يا ان شاء الله الجمعه، حسب ما هينزل. فالمهم بلاقي نفسي بقى ايه، ان انا شلت السجاد كله زي ما شلته كده الروتين اللي قبل كده معاكم، ورحت بقى عامله بالشرشوبه ونضفت السجاد زي ما بنضفه كده على الناشف بالاوكسي وبالمعطر، خليت الشقه بتبرق. لو حابين بقى ان انا اعمل لكم الروتينات دي كل يوم كده، وانزل لكم روتين كل يوم، شجعوني بكلمه واحده وقولوا لي في الكومنتات نزلي فيديو كل يوم. بس انا بعمل ايه، بنزل لكم يا يوم ويوم، يا اما يومين ويوم، لان انا بسيب الفيديو اللي انا منزلاه ياخد راحته شويه في المشاهدات، لان لو نزلت فيديو كده الفيديو اللي قبليه المشاهدات بتاعته هتقف ومش هتجيب لي مشاهدات تانية. فحبيت اوضح لكم ان انا بتاخر معاكم في الفيديوهات عشان كده. وبعدين كمان عشان معايا بيبي، الكل اللي عارف ان انا معايا بيبي صغنن، فبعمل منه الحاجه بالعافيه، فانا بستنى ان هو ينام او حاجه عشان اعمل لكم الروتينات. والله فايه يعني، الله يكون في عون امي معاها بيبي بجد. وانا يعني ابني الكبير لو قعدته مثلا او في الحضانه او كده، هعرف ان انا اتحرك وهعمل اللي انا عايزاه. انا كنت في القناه القديمه بعمل كده، اوديه الحضانه وارجع اعمل كل اللي ورايا خلص واخلص، عشان طول النهار افضل بقى ايه، اسجل اعمل مثلا برضو لو حاجه عايزه تتعمل تاني في الشقه وكده. لكن طبعا البيبي بقى معايا بقى، مثلا عايز يغير، عايز يرضع، عايز ياكل، مثلا عايز ينام كده بيعيط طبعا، وانتوا عارفين ان هما في الوقت ده وفي الوقت اللي احنا فيه دوت بيبقوا دايما عايزين يتشالوا. والله ببقى بعمل الحاجه على ايدي، ويعني بعمل الحاجه وهو قصدي على ايدي شايلاه، فاهمين؟ فعشان ما اطولش عليكم، انا برضو بقول لكم انا بتاخر ليه في الفيديوهات، عشان حبايبي اللي سالوني في الكومنتات انت بتتاخري في الفيديوهات ليه، فانا حبيت اوضح لكم. عايزه بقى اقول لكم ان انا بجد لما باجي ارتب كده يعني بحس فعلا ان نفسيتي فعلا مرتاحه، عارفه اخد نفسي، اللي هو انا خلصت النهارده اللي ورايا، ما هو انا مش لازم اضغط نفسي، بحس ان دماغي بتترتب مع الحاجه اللي انا عملتها خلاص كده. يعني حتى لو لسه في حاجات ما خلصتش، مجرد ان المكان بس نضيف ورايق، ده بيخليني اتنفس، او بيخليني ان انا اعرف مثلا ان انا النهارده فرحانه بنفسي ان انا عملت حاجه، مش لازم ان انا اضغط نفسي. فاهمين قصدي؟
يعني لو انت بقى دلوقتي بتتفرجي عليا وحاسه انك وراكي حاجه كتير ومش لاحقه تعملي حاجه، احب اقول لك خديها على مهلك واعملي بس اللي تقدري عليه، ما تضغطيش نفسك. انا مش عايزاكي بقى تضغطي نفسك خالص. انا ساعات بضغط نفسي، ساعات ببقى عايزه اروق البيت كله في يوم واحد، وساعات كده ببقى لا دلوقتي بقى لا، معايا بيبي مش هعرف اعمل كله في يوم واحد. فعارفه ببقى مثلا نايمه، هصحى الصبح مثلا ان شاء الله ورايا النهارده غسيل، ورايا النهارده مثلا تطبيق غسيل كده، زي ما انتم ما شفتوا انا بدات الفيديو معاكم ان انا طبقت الغسيل، كان عندي غسيل اللي كنت غسلاه وطبقته معاكم برضو، اديتكم ايه يعني دفعه كده قويه، ان في ناس والله في ناس ما بتحبش تطبيق الغسيل ولا الغسيل ذات نفسه، واحنا يعني هنعمل ايه؟ فالمهم كده طبقي غسيلك كده وحطيه في دواليبك، وخلي دواليبك متنظمه وخلي دواليبك مترتبه عشان خاطر تبقي مرتاحه دايما. لكن بقى لو كل يوم هتغسلي وترمي الغسيل هنا مره وهنا مره وهنا مره، هتلاقي الدنيا كلها مكركبه حوالين منك، لا مش هينفع. انت لو اول باول نشرتي وشلتي الغسيل وحطيتيه وطبقتيه وحطيتيه على طول في الدولاب، هتلاقي نفسك رايقه ومرتاحه البال. المهم بقى وريتكم البريكس ده، البريكس ده انا مش بستغنى عنه، هجيب ان شاء الله جيركن الكبير ب 35 جنيه. لو مجربينه قولوا لي في الكومنتات بقى له ريحه احلى. هنا بقى غيرت الملايه بتاعه السرير. بصوا محدش بيدخل الاوضه دي عندي، يعني ايه فين وفين لما ياسر بيدخل ينام فيها او كده. ف يعني فين وفين برضو لما بغير الملايه فيها، لان ما حدش بيدخلها اصلا، ما حدش بيدخلها خالص، ما بدخلهاش بس على غير وانا بجيب لهم هدومهم. ما بدخلهاش مثلا ان انا لما بجيب حاجه داخله البلكونه اعملها وكده. انا عملت البلكونه، يعني عملت البلكونه وانا بروق الاوضه دي، اول حاجه بدات بيها البلكونه لما فتحتها كده دخلت عملتها، بس انا ما صورتهاش معاكم عشان ما فيهاش ستاره، وانا بتحرج ان انا احط الرينج لايت واصور وكده وانا ما بين يعني الناس حوالين مني مباني وكده كتير، فيعني هتكسف بصراحه. فهنا بقى غيرت بقى كده الملايه وغيرت الدنيا كده وعملتها بقى، مسحتها كده بالبريكس كده، كان ريحتها تحفه الصراحه. الاوضه دي يا جماعه انا مجمعاها، مش جايباها على بعض. الدولاب جايباه لوحده والسرير جايباه لوحده، لان انا كنت جايبه سرير واحد مع الركنه اللي هي الحمراء والرصاصي، لان انا شقتي القديمه كانت اوضتين وريسبشن صغير، فكنت جايبه الركنه كنبتين وسرير معاهم، ما كنتش جايبه اوضه اطفال كامله، مع اني انا ندمت ان انا جبت ركنه، كنت جبت اوضه اطفال، بس الحمد لله ربنا بيعمل الاحسن. فلما جيت هنا الشقه دي ونقلت فيها لقيت نفسي ان انا محتاجه دولاب للاولاد وكده، عشان خاطر هدومهم هتبقى هحطها فين. كنت بحط هدوم الاول، كان معايا ابني، بس الاول كنت بحط هدومه معايا في الدولاب بتاعي، لكن دلوقتي بقى لا، بيكبر واخوه معاه وكده، وربنا يا رب يخليهم ويخلي لكم اولادكم، فمحتاجين دولاب، محتاجين دلوقتي ان انا اجيب اوضه اطفال، فان شاء الله هجيب اوضه اطفال. فدوت كده مؤقت، بس السرير والدولاب الدولاب ده كنت جايباه فرداني، كان عامل 1500 تقريبا او كان عامل 1600 جنيه. والسرير دوت من ايام بقى جوازي كان معايا، فحاولت كده على قد ما اقدر جبت لهم ترابيزه صغننه برضو كده، كنت شاريها فردانيه، عاملاها له زي كومودينو كده جنب السرير، ويعني ايه مرتبه له كده اوضته على قد ما اقدر. ان شاء الله اجيب له بقى مكتب هنا في الحته اللي فاضيه ديت، والالعاب بتاعته هنا، منظر بقى وشكل الاوضه بعد ما خلصت. ادوني بقى لايك عليها، ادوني لايك عليها، ادوني لايك عليها. حطيت هنا المشايه، وهنا كيك بوكس بابا جايبها له في عيد ميلاده اللي فات. وهنا بقى فرشتها. انا ما كانش فيه سجاده في اوضه الاطفال دي، ما كانش يبقى ليها سجاده، عشان خاطر انا كنت بفرش السجاده بتاعه الركنه في الشقه القديمه. فماما ادتني السجاده البني اللي انا فرشتها دي، وبحط عليها الكفر عشان السجاده يعني ايه لو مش هتلاقيه مع الاوضه، فحط عليها الكفر دوت. فانا بحاول بقى ايه، يعني بحاول انسق، اعملي ايه من الفسيخ شربات زي ما بيقولوا. مش هقف يعني عشان اجيب سجاده جديده للاوضه واقف اجيب يعني اوضه اطفال، لا، على قد امكانياتك امشي، وفي مثل بيقولك على قد لحافك مد رجليك، وان شاء الله بعد الصبر جبر، وانا عارفه ان ربنا هيجبرني ويجبر كل يا رب كده. اي حد يعني محتاج الدعوه دي ربنا يجبره. انا في حاجات كتير قوي مفرشتهاش في حاجتي، يعني مش بستهلك حاجتي، اللي هو مثلا مطلعه فيوت على قد، مطلعه ملايات على قد، عارفه انا بستخدم ايه وكده، مش حكايه ان انا بستخسر افرش حاجتي وكده. بس انا مستنيه ان شاء الله ربنا يكرمني بشقه تمليك عشان افرش حاجتي كلها واطلع حاجتي كلها بقى في شقتي، مش هقعد اتنطط من كل شقه لشقه وافرش حاجتي كلها، واجي اما اجي ابقى ليا شقه ان شاء الله يبقى مفيش حاجه افرشها. لا، حتى انت اعملي كده، خصصي مثلا ملايات، لو انت عروسه جديده ما تطلعيش ملاياتك كلها مره واحده، ما فرش كلها مره واحده كده، لا، خلي حاجات في الاعياد، خلي حاجات في المناسبات. اعملي مثلا الملايات ديت للسرير الاطفال، الملايات دي للسرير الكبير، عشان خاطر برضو انت لو استهلكتي كل حاجه، الحاجه دلوقتي غاليه، لو استهلكتي كل حاجه وجيتي تطلعي حاجه مش هتلاقي حاجه جديده تفرشيها، فاهمين؟ فبرضو اعملي كده، اللي هو ما تستهلكيش كل حاجتك اول جوازك، عشان برضو تلاقي بعد كده تفرشي في المناسبات في الاعياد وكده. هنجيب ملايات جديده، في حاجات جديده بتطلع جميله وكده، بس هتجيبي، بس برضو مش هتبقى زي الحاجات اللي انت جايبيها، فاهمين قصدي؟
واسفه على صوت ابني اللي كان بيعيط، بس انا والله شايلاه وانا بسجل. عايزه اقول لكم بقى، ما تضغطوش برضو اهاليكم انك تجيبوا يعني حاجات بالهبل وكده، وحاجات بقى يعني ملهاش لازمه في البيت. لا، اللي انت هتستخدميه هاتيه في جهازك. مثلا مش هروح اجيب مثلا 3 صواني تيفال، 3 صواني المونيا، 3 صواني بورسلين، 3 صواني جرانيت، اللي هو من كل نوع كذا حاجه. لا، اللي انت هتستخدميه، محدش هيجي يفتح مطبخك بعد كده ويقول لك اللي استخدمتي كذا واستخدمتي كذا. الحاجه دلوقتي غاليه، وربنا يعين الاهالي كلها على اولادها يا رب. فهاتي اللي انت هتستخدميه بس في بيتك. يعني مثلا بدل ما هتجيبي مثلا 6 7 8 بطاطين زي ما انا ما شفت ناس كده، لا، هاتي مثلا 3 بطاطين. مثلا المفرش الشتوي كتري منها شويه، يعني مثلا لو هتجيبي مفرشين شتوي، لا يبقى هاتي 3 بطاطين، وهاتي 3 مفارش شتوي او 4 مفارش شتوي. المفارش الشتوي جميله، وكمان هتريحك في الشتاء حلو، بتفرشيها مثلا تناموا عليها، تضغطوا بيها كده، فهي بتبقى حلوه. تقوم الحلل هاتي واحد تيفال وواحد جرانيت مثلا، ومعاهم واحد المونيا او واحد مثلا حسب ما انتي مستخدمين. انا عندي واحد جرانيت، وعندي واحد تيفال، وعندي كنت اخده من ماما حلل المونيا. فما جبتش الصراحه السيراميك، لان كذا حد يعني قال لي لا بلاش سيراميك تجيبيه، يعني بلاش سيراميك تجيبيه لان مش حلو كده. وناس قالوا لي السيراميك حلو، بس انا الصراحه اياميها جبت طقمين حلل، وماما ادتني اللي هو الالمونيا من عندها. كان الالمونيا اللي هو التقيل الاهرام، وفي القناه القديمه ناس كتير سالتني عليه جايباه منين، فقلت لهم ان هو من ماما. ماما اديتهولي، كان بتاعها هو بتاع جهازها، وهي ما كانتش استخدمته والله، فاديتهولي. تتخيلوا بقى كام سنه وهي ما استخدمتهوش. فعشان ما اطولش عليكم، انا مطلعه برضو الحلل مش مستخدماها كلها، انا مستخدمه الحلل اللي انا بعمل فيها الاكل دي بس، عشان ما استهلكش كله برضو واروح ابقى عايزه اجيب حلل تاني. وعندي بدل بالمطبخ ان شاء الله لما اروح شقتي كده، وان شاء الله ربنا يكرمني واروح شقه تانية تمليك. اجيب بقى اعمل دولاب مطبخ كبير شويه، عشان بقى افرش حاجتي معاكم كده، وان شاء الله نبقى مع بعض على القناه لو كملت في القناه، وربنا اذلي ان انا اكمل فيها. اتكلمت معاكم كده بس خلاص بقى. انا هكلم معاكم اقول لكم ان انا خلصت المواعين كده وخلاص، وغسلت الحوض. ما غسلتش بقى معاكم الرخامات، لان انا كنت عاملاها من بالليل، الرخامات ما كانش فيها حاجه، فيا دوبك بس كانوا حبه المواعين دول عايزين ايه يتعملوا، والحوض يتغسل كده وخلاص. لان انا كمان كان عندي اكل جاهز، اللي هو كان عندي بانيه، هتشوفوا دلوقتي معايا، كان عندي بانيه ومكرونه، فالاكل ما كانش هياخد مني وقت. وانا لما باجي اعمل اكل على القناه او حاجه، فبديكم افكار غدا. في ناس بتبقى محتاره زي حالتي طبعا في افكار الغدا وكده، فبديلكم مثلا نبذه صغيره لو على اكله سهله وبسيطه، بديلكم نبذه صغيره عن ان انا اعمل النهارده بانيه ومكرونه، لحمه مفرومه بالمكرونه مثلا، كبسه. الحاجات دي بتبقى سهله وسريعه. ساعات بعمل معاكم الاكل، ببقى عايزه اعمل معاكم الاكل، اشارككم برضو ان انا بعمل، بحبكم وبحب اشارككم كل حاجه. ولو اختي من اخواتي محتاجين حاجه من غدا يا بنات، مكرونه وبانيه. البانيه ده انا يعني بشيله جاهز في التلاجة، انا اللي بعمله، بتبله ساعتين وبغلفه بقى بالغلاف بتاعه اللي هو البقسماط والفيجيتار والبيض، وبعدين بقى اشيله، بسهل على نفسي الدنيا، بحيث ان اليوم اللي انا عارفه ان انا هعمل بانيه ومكرونه، اطلع البانيه على طول على القليه، وتبقى هي المكرونه وتبقى سلطه جنبهم وخلاص. سهلي على نفسك الدنيا، هتبقى سهله خالص. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه. هنا الاكل لما خلص والفيديو كمان خلص، ما تنسوش بقى تكبروا بخاطري في الكومنتات، واكتبوا لي كومنت حلو بتشجعوني، ولايك حلو. اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد، مع الف سلامه.